السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب أشوفكم كده من المقبولين في الكليات والمعاهد العسكرية، ويا رب كل نفسه في حاجة فيكم يحققها إن شاء الله. مبدئيا كده يا صاحبي صلي على سيدك النبي عشان ربنا يكرمك ويكرمني بإذن الله. تاني حاجة بص يا صاحبي، لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة فضلا وليس أمرا، وتابع معايا الحلقات اللي جاية عشان يوصلك كل جديد. تمام، لان خلاص احنا زي ما قلت لكم قبل كده ان الاعلان جرب بتاع الكليه الحربيه او الكليه العسكريه، وفعلا الاعلان نزل امبارح وانا نزلت لكم فيديو بخصوص الاعلان اللي نزل. تمام، الحلقه بتاعت النهارده هتكلم عن الشروط اللي انت هتحتاجها عشان تقدم على الكليه الحربيه، تمام، من الثانويه العامه. تمام، وهتكلم برضو عن الشروط اللي انت هتحتاجها برضو من الكليه الحربيه لو انت هتقدم محاربين، بس الكلام ده في الفيديوهات التانيه ان شاء الله. لكن الفيديو بتاع النهارده هتكلم عن شروط الكليه الحربيه. تمام، احنا عندنا زي ما قلت لكم يا رجاله الكليات العسكريه السبع كليات عسكريه: الحربيه، الجويه، البحريه، الدفاع الجوي، الفنيه العسكريه، والتكنولوجيا العسكريه، والطب بالقوات المسلحه. بجد احنا عندنا كام؟ عندنا 7 كليات خاصه بالكليات العسكريه. تمام، 7 اقسام. النهارده هتكلم عن جسم معين واللي هو الكليه الحربيه، هتكلم عن شروط الكليه الحربيه. تمام، والحاجات اللي انت برضه هتجهزها من دلوقتي هتكلم عليها في الاخر كده في دقيقه او اقل من دقيقه ان شاء الله. ماشي يا رجاله؟ تمام. الكليه الحربيه طبعا بعد الثانويه العامه انا مش هجيب حاجه من عندي، بجيب لك من صفحه المتحدث الرسمي او متحدث عسكري باسم القوات المسلحه. الاعلان نزل امبارح يا رجاله. تمام، وهسيب لكم برضو رابط الموقع او الرابط بتاع البوست اللي هو منزله المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحه. هنزل لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف عشان تقدر تتفرج عليه او تقرا كويس. لو في اي حاجه مثلا سقطتها انا او في اي حاجه نسيتها انت تبقى عارفها. ماشي يا رجاله؟ تمام. بقول لك ايه هنا يا جماعه؟ اول حاجه الاعلان عن قبول دفعه جديده بالاكاديميات العسكريه المصريه والكليات العسكريه والطلبه خريج الجامعات الحكوميه والخاصه وحمله المؤهلات العليا محاربين دفعه 2023. احنا مش هنتكلم عن المحاربين، هنتكلم عن الثانويه العامه حاليا. المحاربين دي تبع الكليات العسكريه تبع الكليات الحكوميه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده هنتكلم عن بسم الله الكليه الحربيه. الكليه الحربيه رجاله تقبل الحاصلين على شهاده الثانويه العامه الازهريه والشهاده المعادله بقسمها العلمي والادبي. يبقى احنا زي ما قلنا دلوقتي هتقبل الكليه الحربيه الشهاده الثانويه بقسمها العلمي والادبي. تمام، عندك انت السن ما يزيدش في 1/11/2023 عن 21 سنه لما تيجي تقدم. تمام، ما يكونش انت عديت ال 21 سنه في 1/11، ما يكونش انت عديت ال 21 سنه. تمام يا رجاله؟ تمام. وان تكون النسبه المئويه لمجموع القسم العلمي 65%. الجسم العلمي لو انت علمي ايا كان، علم علوم علم رياضه، يبقى انت كده لما تيجي تقدم يبقى لازم تكون جايب 65%. ماشي يا رجاله؟ اما القسم الادبي تبقى جايب 70% فاكثر. ماشي يا رجاله؟ يعني علمي 65 ادبي 70%. ماشي. وتكون مده الدراسه 4 سنوات دراسيه ميلاديه. طبعا انت عارف ان مده الدراسه من بعد الثانويه العامه بتبقى 4 سنين، اما من بعد الكليه بتبقى 2 بس. تمام، فانت هتدرس كام سنه يا صاحبي لما ربنا يكرمك ان شاء الله وتتقبل؟ هتدرس 4 سنين. تمام. ويمنح الخريج درجه بكالوريوس العلوم العسكريه او بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسيه، الحاسبات والمعلومات، اداره اعمال النقل واللوجستيات. تمام، دي يبقى انت كده لما تيجي ربنا يكرمك وتقدم. تمام، التقديم من علمي 65 من ادبي 70%. تمام، وهتدرس ايه؟ هتبقى حاصل على علوم عسكريه بكالوريوس العلوم العسكريه. ماشي يا رجاله؟ تمام. يبقى دي الشروط اللي انت تحتاجها. تمام، عشان خاطر انك انت تقدم تمام على الكليه الحربيه. ماشي يا رجاله؟ هنتكلم دلوقتي عن باقي الشروط اكتر عشان تبقى عارفها برضو. ماشي، اللي هي طبعا الكليه الحربيه. ماشي يا رجاله؟ بصوا بقى هنتكلم عن ايه دلوقتي؟ عن حاجه مهمه جدا، بس خلي بالك معلش معايا دقيقه. اهي الشروط العامه للقبول من ناحيه الثانويه العامه او ما يعادلها: ان يكون الطالب مصري الجنسيه، تكون مصري الجنسيه، ومن ابوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسيه. يعني انت ابوك وامك وجدودك مصريين، ما تكونش متجنس بجنسيه اخرى. تمام. الا يكون الطالب او ابويه مكتسبين جنسيات اخرى. ماشي. وان يكون الطالب حاصلا على شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها، شهاده الثانويه الصناعيه نظام من 3 و5 سنين، المؤهل الجامعي بشرط ان تكون سنه الحصول على المؤهل خلال عام 2022 و2023. يعني انت لو واخد شهاده 2021 او 2020 مش هينفع تقدم، لازم يبقى 2022 او 23. وأن يكون الطالب مقيدا بإحدى الجامعات أو المعاهد العسكرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022. لو أنت في 2022 وهتقدم تمام يبقى لازم أنت تكون مقيد بكلية أو معهد. ماشي يا رجالة؟ والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه او جريمه مخله بالشرف. يعني ما يكونش انت عملت اي قضايا عليك، ما يكونش في عليك اي قضايا مخله بالشرف. تمام.
وان يكون الطالب حسن السير والسلوك. ماشي. وان يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج، وتعهد بعدم الزواج طوال فتره دراسته بالكليه. يعني انت مش متجوز وهتكتب تعهد انك انت مش هتتجوز اثناء فتره الدراسه اللي هم الاربع سنين او السنتين لو انت محاربين. ماشي يا رجاله. والا يكون الطالب قد استقال او فصل تاديبيا من اي كليه او معهد او مدرسه. يعني انت ما تكونش انت اتفصلت من اي كليه او اتعمل فيك شكوى او اتفصلت من الكليه دي او المعهد. تمام. والا يكون الطالب قد اعفى من الخدمه العسكريه لعدم اللياقه الطبيه. يعني انت لو واخد اعفاء بسبب اللياقه الطبيه يبقى انت في الحاله دي مش هينفع انك انت تقدم. ماشي يا رجاله. والا يقل الطول عن 170 سم جميع الكليات العسكريه. يبقى الطول بتاعك ما يجيش عن 170 سم. ماشي. تمام. لجميع الكليات العسكريه عدا الكليه الجويه والتي يسمح بها حتى 158. يعني انت حربيه اي كليه عسكريه 170 ما عدا الجويه 158 كحد ادنى. وان يكون الطالب لائقا طبيا طبقا للشروط. طبعا انت الكشف الطبي ده اصعب حاجه يعتبر، فانت لازم تبقى لائق في الكشف الطبي وما يكونش عليك اي حاجه طبعا تاثر عليك في الطبي او الرياضي. وان يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقه البدنيه، ولا يجوز اعاده هذا الاختبار في نفس الدفعه المتقدمه خلال العام حاله عدم اجتازه في الاختبار. تمام. فانت لازم طبعا تبقى عندك لياقه بدنيه قويه عشان خاطر تعرف تعدي الاختبارات دي. تمام. وان يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفز الثقه في حمام السباحه من ارتفاع 7.5 متر. طبعا عارفين قفز الثقه طبعا ما فيهاش تردد، بدون تردد ومن اول مره في زمن لا يزيد عن 3 ثواني من اصدار الامر بالقفز. يعني لما بيقول لك اقفز 3 ثواني تكون انت في البحر تحت في حمام السباحه. تمام. تمام. بعد كده بقى ان يجتاز الطالب الكشف الطبي والرياضي والحاجات دي كلها طبعا احنا مش هنتكلم عنها تاني خلاص كده. تمام. ماشي يا رجاله. هتكلم دلوقتي عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، ميعاد التقديم للكليات العسكريه. تمام. ميعاد التقديم. بص يا صاحبي، اول حاجه هنتكلم عنها ميعاد التقديم عشان هم حددوه وبيقول لك ميعاد التقديم ان شاء الله يوم 11/7 لغايه يوم 28/7. يعني التقديم باذن الله هيفتح بكره من او النهارده من بعد بكره اللي هو من يوم 11 اللي هو النهارده الساعه 12 بالليل. تمام يا رجاله. ان شاء الله لغايه يوم 28. فانت من يوم 8 من 11/7 ليوم 28/7 تقدر تقدم في الميعاد ده. تمام. هتقدم تقديم مبدئي على الكمبيوتر او على اي وانا برده كده هقدم لك على الموقع وهسيب لك رابط الموقع برده في صندوق الوصف. تمام. بس انت لما تيجي تقدم في ورقه تطبعها فيستحسن انك انت تقدم في سايبر او اي مكتبه. تمام يا رجاله. وبعد كده هتطبع الورقه دي فيها ميعاد اول ميعاد ليك سحب الملف. سحب الملفات برده هم محددين هنا بس مش واضح عندي. تمام. سحب الملف هيكون بالظبط امتى؟ معلش هتاخر عليكم ثانيه واحده بس. سحب الملف يا رجاله هيكون ماشي من يوم على انت من اعتبار من يوم الثلاث الموافق 11/7 وحتى يوم الاثنين الموافق 28/8. تمام. وهيكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكليه الحربيه بمصر الجديده يوم 15/7 وحتى يوم 31/8. يعني يا رجاله التقديم هيكون من امتى بالظبط؟ هيكون من يوم 11/7 ل 28/8. تمام. وباذن الله سحب الملفات هيكون من 15/7. يعني لو انت قدمت 11/7 هيجي لك اول ميعاد ليك اللي هو يوم 15/7 تروح تسحب في الملف بتاعك. سحب الملفات هيبقى من يوم 15/7 اليوم 31/8 ان شاء الله. ده يا رجاله ما يخص الكليه الحربيه والشروط بتاعتها بتاعت الكليه الحربيه. تمام يا رجاله. هتكلم بعد كده عن الكليه الجويه وهتكلم عن كل حاجه بالشرطه برضو. هتكلم عن الدفاع الجوي والكليات العسكريه كلها بالتفصيل والفنيه العسكريه والتكنولوجيا العسكريه. لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه بفتره ليس امرا وتابع معاكم كل جديد. تحياتي ليكم واخوكم طارق البدري.